فيحصل ايه؟ يحصل انه يتصوت على خروجه من القاعه، وبعدين القانون انا بقول اهو للتاريخ يتمرر بالمخالفه للدستور، لانه قانون مكمل للدستور كان محتاج اغلبيه التلتين ومر بالاغلبيه البسيطه اللي هي النص زائد واحد. الجديه دي ليها ملامح. اولها محاربه الفساد واقطع رقبه الفاسدين اللي لسه منهم ناس موجوده بتتصرف بنفس الطريقه. لا بيزيد يا احمد بيه. الطريق بتاع مصر اسكندريه الصحراوي اللي احنا بنتكلم عنه ده تقديرات محتشمه بتقول ان خسائر الدوله فيه 600 مليار جنيه. كويس كده؟ وفي ناس بتضرب ارقام اكتر من كده بكتير. يبقى انا النهارده لما اكون عايز اعمل احتفال وطني بمناسبه استعاده 37,000 فدان وان انا جبت 164 مليون جنيه، ده كلام المفروض ان الناس وهي بتقوله تقولوا والله وهي مكسوفه بعد شغل 7 شهور. تقولوا هي مكسوفه. مش تقولوا وهي يعني بتصور نفسها ان هم دول بقى فتحوا عكا وعملوا اللي ما حدش عمله. مثال تاني.